ورجعنا مرة تانية في دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي في مصر والشرق الأوسط. طب الأسنان عالم كبير جدا، وكل يوم بيتغير عن التاني وبيتطور، وبتظهر حلول أسرع وأأمن من اللي قبلها. علشان كده ضيفنا النهاردة اسم معروف في مجال طب الأسنان، خصوصا في تجميل الأسنان والزراعة. دكتور محمد العالم بقاله أكتر من 15 سنة بيشتغل في المجال. المختلف عنده مش بس الشغل الكلينيكال، لكن كمان اهتمامه الكبير بالجودة والتكنولوجيا، وده خلى أحد مراكزه يكون أول مركز أسنان في مصر ياخد اعتماد الجودة الصحية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. غير كده بيهتم بتطبيق تقنيات زي الواترليز والسمايل كلاود، وكمان بيتابع تطورات الذكاء الاصطناعي في المجال. خلونا نرحب بالدكتور محمد العالم. دكتور منورنا النهارده. الله يخليك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازيك انت؟ عايزه اسالك بدايه، انا عارفه ان حضرتك في الفيلد بقالك اكتر من 20 سنه، ايه اللي حصل بقى اتغير في السنين اللي فاتت من وجهه نظرك؟ اللي حصل كتير قوي في السنين اللي فاتت دي. احنا زمان يعني كنا بنعتمد قوي قوي اول ما اتخرجنا من الكليه انه الشغل بتاع الاسنان قائم على احساس الدكتور بايده وبطريقه شغله وبخبرته والاكسبرتيز بتاعته. والحقيقه انه على مدار السنين انت عارفه الديجيتال عامه ايرا في الحياه كلها بتتغير بسرعه جدا. صحيح. فابتدى يبقى الديجيتال انكلوجن للتكنولوجيز عندنا في الاسنان بقت عاليه جدا جدا. زمان كنا بنشتغل باشعه نسميها 2 دي او 2 دايمنشنز او البعدين اللي هو طول في عرض. فكنا مثلا عشان نعمل اجراء زي الزراعه بتاعه الاسنان، فالطول والعرض موجود انما سمك العظم مش موجود. وعشان نعمل زراعه مظبوطه لازم تكون متقفله بالكامل جوه العظم، والعظم كله لافف حواليها. صحيح. فلو احنا كنا شغالين بال2 دي فكان بيبقى لازم اجراء ان احنا نعمل فتح جراحي عشان اقدر اشوف سمك العظم. اوكي. وبعد ما بعمل كده ببتدي اشتغل في الدريلينج بتاعي، فلما باجي اعمل دريلينج بحس بالتايب اوف بون بايديا وباحساس ايدي. النهارده طبعا اما اتطورنا بقى وبقى في اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد اللي هي السي بي سي تي. بقيتي النهارده قبل ما بتخشي انت عارفه ان السمك قد ايه بالظبط، بتقدري تعرفي البون تايب قبل ما تشتغلي. زائد السكانرز والحاجات اللي هي الادوات الجديده والاجهزه الجديده بتاعتنا. السكانر ده كاميرا ثلاثيه الابعاد بتصور الاسنان من جوه. فبنضيف الصوره ثلاثيه الابعاد بتاعه الاسنان على صوره العظم ثلاثيه الابعاد. فبالتالي بيبقى عندك حاجه جديده اسمها ديجيتال بلاننج، او انك انت النهارده قادره تعملي تصميم للخطه العلاجيه بتاعه الزراعه. من قبل ما اخش اشتغل ببتدي اوري نفسي واوري العيان واوري التيم اللي معايا اللي هيشتغل الحاله انا هقوم باجراء الزراعه دي فين وازاي، وحجم ومقاس الزراعه ايه. احنا زمان من 20 سنه دي ما كناش بنعرف حجم الزراعه غير بعد ما بنفتح. النهارده انا من قبل ما اخش اشتغل انا محضر كل حاجتي واقدر اعمل نفس الاجراء ده في نفس اليوم واخلصه بالكامل. طبعا ده خلاكي برضو في الاخر ان بعد ما بتخلصي الاجراء، كان زمان بنخلص وبناخد غرز ونقفل الجرح والعيان لسه كنت هسأل حضرتك على الموضوع ده. بيقعد له بتاع اسبوع 10 ايام في حاله استشفاء. والريكفري بتاعه كان بيبقى بطيء جدا. انما النهارده انا ممكن باستخدام التكنولوجيز دي ان انا مش محتاج قوي فتره استشفاء، لان انا ما بعملش نفس الاجراءات القديمه. وممكن بيبقى في بعض الحالات يعني ما بيتعملش اصلا جراحه، بيبقى الموضوع باسمه جراحه موجهه او جايدد سيرجري بلغه الاطباء. فبالتالي الريكفري بتاع الحالات بيبقى اسرع واسهل. ده في حته الزراعه بس يعني. ده في خلال 20 سنه. طيب من هنا بقى، عارفه يعني واضح ان حضرتك بتحب قوي التكنولوجي، وانا عارفه ان حضرتك سبيشالي بتحب الاي اي. اتكلمنا اكتر في الموضوع ده. انا عارفه يو يوز تكنولوجيز زي الواترليز لو انا بقولها مظبوط، وكمان يفوكس اون الاي اي. هل احنا فعلا داخلين على ايرا جديده في طب الاسنان ولا ايه؟ اشرح لنا بقى. ده حقيقي. الاي اي، خليني افصل ما بين الاي اي ده اسلوب وطريقه شغل، والواترليز ده جهاز هحكي لك عليه. الاي اي خلانا النهارده نقدر يعني، خليني اقولها بصوره يعني اشيك، ان الاي اي هيكملنا مش هيستبدلنا احنا كاطباء اسنان. يعني ممكن اقول لك ان هو هيكملنا كلنا مبدئيا. هيكملنا طبعا بس صحيح. مش هيستبدلنا. صح. في مجالات هيستبدل. يعني الاشعه هتستبدل، دكاتره الاشعه، التشخيص هيستبدل، لاني بقدر ادي انبوت وباخد اوتبوت. بقدر اخد تحاليل اديها للاي اي يرد عليا بنت عندك ايه. صح. انما اجراء طبيب اسنان هيقوم بيه لازم اكون حاسس. انا واحد النهارده مريض، انا مش هعرف اقعد تحت ايد روبوت هيشتغل لي. صح. فالنهارده الاي اي انا بستخدمه مثلا عندنا في انتي مجالاته كتيره جدا عندنا جوه الاسنان، بس الكشف والاشعه والتشخيص وان انت تعرفي لو في مشكله هتحصل بعد فتره تقدري تعملي لها
زي انسبكشن من بدري قبل ما توصلي لما المشكله تكبر. اوكي. الجزء اللذيذ في الاي اي عشان ما يبقاش كل المواضيع مواضيع كبيره، انه النهارده احنا بنقدر نعمل حاجه زي تجميل الاسنان. زمان كنا بنعمل تجميل الاسنان، ده كان بيبقى عباره عن خطوط طول وعرض، وبنقعد نوري العيان صور جرافيكس ونقول له ان شاء الله شكل اسنانك هيبقى كده، ويروح الشغل للمعمل ونرجع نقعد نعيد فيه ونوري له اصل معلش اللون طلع فاتح، اصل معلش الزاويه طلعت اكيوت شويه، عايز اظبط في شكل الاسنان. كل ده ما بقاش موجود بقى. انا النهارده في اول جلسه للمريض بقدر اخد صور ثلاثيه الابعاد للاسنان والاشعه المقطعيه وصور عاديه لوشه، ويوتيلايزنج الاي اي. انا عندي اخليه يشوف الاند ريزلت. عندي سمايل كلاود. اوكي. ده جواه لايبرري اوف 10000 ابتسامه مثلا، من الهند ومن امريكا ومن كل الحتت في الدنيا. عندي كل الناتشرال لايبرري تيث، فاقدر اركب ده على اسنان المريض، وابقى بيني وبين العيان بقى الموضوع علمي ودقيق، وفي نفس الوقت مريح نفسيا. النهارده المريض بيقدر يشوف شكله اكسبكتدلي هيبقى عامل ازاي، مش ان انا هقعد اجرب معاك وزيارات واجراءات وخطوات كتيره، والخطوات الكتيره بتعمل مشاكل كتيره. فقدرنا نختصر بالاي اي فقره طويله شويه، زائد الكوميونيكيشن ما بين التيم ورك والمعمل، لان في ثيرد بارتي. المعمل حتى لو موجود عندي في العياده ففي حد هو بيشتغل الحاله. لو انا مش عارف اقول له واتصور له الحاله بتاعتي رايحه على فين، كل واحد فينا بيشتغل في حته. صحيح. ده الاي اي. الووتر ليز ده جهاز كده بتاع ليزر، ليزر مائي. طبعا اول ما جبته الناس قالت لي انت مجنون، لان جبته في وقت كانت الناس كلها بتجري تجيب اجهزه تركيبات ثابته واجهزه تعمل فلوس. وكان بالنسبه لي انا الفكره بتاعه الليزر المائي انه بيقوم بالاجراءات العلاجيه للاسنان بدون الم تقريبا، وان انا في حالات كتير جدا ما بحتاجش ادي تخدير. واني ممكن اعمل قطع في لثه وقطع في انسجه الاسنان بدون اي تخدير، فقط بتبخير الميه. دكتور احنا مبسوطين قوي ان حضرتك كنت معانا النهارده، وانا فخوره جدا عندنا كاليبرز زي حضرتك في مصر الحقيقه، ونتمنى نشوفك تاني بمعلومات مهمه زي كده معانا في دكتور هيلث ان شاء الله. لسه مكملين فقراتنا معاكم في دكتور هيلث، استنونا.